بخصوص لاعب نادي الشباب آرون سالم اللي أضاع البلنتي أمام الاتحاد. راح أعطيك معلومة قبل ما أتكلم عن الموضوع ده. طبعا بنسبة 90% من المدربين في العالم قبل المباراة في غرفة الملابس بيختار مين يشوت البلنتي، وبعض المدربين بنسبة 10% بيوكل كابتن الفريق يختار مين يشوت البلنتي في المباراة نفسها. يعني لو جاء بلنتي الكابتن يقول للاعب الفلاني انت روح خذ البلنتي. عموما لو انا في إدارة الشاب، طبعا هذه وجهة نظري انا، اللاعب ما يحتاج عقوبة قاسية يعني، بأمانة يعني. هي حقها إيقاف مباراتين إلى 3 مباريات كحد أقصى. أوكي. البلنتي لو كان جاء هدف كان طبعا الجميع سكت وخلاص مشت الأمور. المشكلة إنه أضاع البلنتي، وكمان ضاعت بطريقة غريبة، وعلى فكرة هو مو قاصد إنه يحطها في يد الحارس أبدا، هو حب يتفنن فيها. وعلى فكرة كان التوقيت لا، والفريق محتاج نقاط المباراة، المباراة كانت صعبة ومهمة جدا للفريق. عموما هذا الشيء راجع لإدارة نادي الشباب، وهم راح يتخذوا الإجراءات المناسبة للاعب.